أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم في كل مكان داخل البلاد الحبيبة إريتريا وخارجها، أحييكم تحية الإسلام الخالدة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير، وأن يوفقنا لعمل الخير ولما يحبه ويرضاه، يرضى عنه الله ورسوله والمؤمنون، وكذلك الشعوب المتصالحة مع نفسها، وكذلك الشعوب المحبة للخير. إن هذا البرنامج عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة الذي نتشرف به معكم، وأنا سعيد دوما أعبر عن سعادتي بتسجيل هذه الحلقات والإطلال على المشاهد الكريم في برنامج مع اللغة العربية. وليس هنالك أشرف وأفضل من أن يعمل الإنسان في شيء يؤمن به، وفي شيء يعمل له وبه من أجل دينه ودنياه. وسانحة طيبة دائما أنا أحمد الله عليها حمدا كثيرا على أن أتاح لي هذه الفرصة الطيبة، كما آمل سيداتي سادتي أن أقدم لكم ما هو مفيد وما هو مجدي ويعالج كثير من قضايانا اللغوية والفكرية والسياسية والثقافية. عنوان الحلقة اليوم عزيزي المشاهد هو: لماذا انتشرت الثقافة الشعوبية في إريتريا؟ وفي نفس الوقت ما هي آثارها أو انعكاساتها على الواقع؟ وآمل عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن يأتيكم هذا البرنامج إن شاء الله إذا ما توفرت المسائل الفنية. الإرادة موجودة والرغبة قائمة، لكن إذا ما توفرت أشياء أخرى آمل أن يكون على الهواء مباشرة، نتفاعل معكم ونستمع إلى آرائكم، وفي نفس الوقت برضو نتفاكر وإياكم فيما يمكن تقديمه، وفي نفس الوقت أيضا نضع كل ما يتقدم به المشاهد الكريم في عين الاعتبار. اليوم أنا اخترت في برنامج مع اللغة العربية أن أتحدث عن موضوع تحت عنوان: لماذا انتشرت الثقافة الشعوبية في إريتريا؟ أسباب وانعكاسات. وقبل الحديث عن المعنى الاصطلاحي لمعنى الشعوبية، خلونا نتحدث أولا عن المعنى اللغوي لها، أي معنى الشعوبية. وحقيقة أنا بحثت في المعاجم وفي معجم المعاني وجدت ما يلي: تعريف ومعنى الشعوبية في قاموس المعجم الوسيط المنشور في موقع المعاني، وهو يعني قاموس ينشر المحتويات للمعجم الوسيط. فالشعوبية يعرفه المعجم الوسيط بأنها نزعة ظهرت في العصر العباسي، تنكر تلك النزعة تفضيل العرب على غيرهم. وعندما نقول تفضيل العرب على غيرهم، ليس ذلك التفضيل من غير العمل ومن غير الإسلام، ولكن هذه اللغة وهذه الأمة العربية يعني فضلها في الإسلام لا ينكر، وكل من يكره هذه الشعوب والأمة العربية تحت أي مسببات أو أي مصوغات سياسية، وماذا فعل أولئك وهم أسباب النكسة وما إلى ذلك، في النهاية هو يذهب بهذا الكره أحيانا غير المقصود، فيذهب به إلى شر أعماله كما يقال، ثم يصل إلى الإسلام تحديدا. نعم، الإسلام هو دين الأمة ودين البشرية كلها، لكن للعرب فضل كبير في هذه
المنظومة الكونية، ولا يكره العرب ولا يكره ثقافة العرب وأيامهم. يا أخي حتى الأمة العربية هذه حتى في جاهليتها كان لها قيم ولها مثل ولها أخلاق، أخلاق الرجال والكرامة والنخوة. وهذا ما نراه في الأدب الجاهلي يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يذكر أنه كان يعجب لكثير من أشعار الجاهلية، مع أنها جاهلية، لكن تلك الجاهلية كانت تحمل قيما وأخلاق، كان ينقص فقط مكارم الأخلاق. ولذلك عندما جاء الإسلام وفي الحديث النبوي الشريف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والمعنى بحد ذاته الناس بتمر عليه مرور الكرام. عندما تقول لأتمم مكارم الأخلاق أن يعني ذلك كانت هناك أخلاق، كانت قيم ومثل، جاء الإسلام ليتممها. صحيح في الجاهلية كانت برضو جاهلية جهلاء، قتل البنات وعبادة الأصنام، يعني ما معقول زول يصنع له إله ثم لما يجوع يأكل يعني، وأن تقتل بنتك وهي حية فقط لأنها أنثى وغير ذلك. مع كل ذلك كانت هنالك قيم، ثم جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق. والذي يكره الأمة العربية أيا كانت أوضاعها السياسية والاقتصادية وما إلى ذلك، فهو في النهاية يصل بذلك الكره إلى كراهية الإسلام، وهذه ما دايرين نخش في تفاصيلها. وكما قلت المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعجب لكثير من أشعار العرب. وطالما نحن في برنامج مع اللغة العربية، يعني الشنفرة لما يقول مثلا في قصيدته: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وإيش لطيات مطايا وأرحل. وبعدين يقول يعني أقيم مطال الجوع، نعم أقيم مطال الجوع حتى أميته وأضربه عنه الذكرى صفحا فأذهل. في نهاية البيت يقول أقيم مطال الجوع حتى أميته وأضربه عنه الذكرى صفحا فأذهل. المهم لا يرى علي امرؤ من الطول امرؤ متطول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب لهذه القيم والمعاني التي يعني تدل على العزة والكرامة وتحمل الصبر وتحمل المحن والفاقة، حتى يعني لا يمد يده حتى لا يعني يتطاول عليه امرؤ متطول. في أمة العرب في ثقافتها، وخاصة بعد أن دخلت إلى حظيرة الإسلام، كانت هذه الأمة التي سادت. وعندما سادت وقادت وكانت رائدة في كثير من المجالات العلمية والمجالات الفكرية والسياسية والأخلاقية كذلك، ولم تنتكس راية الأمة العربية المسلمة إلا بعد أن تداخلت عليها مثل هذه الثقافات الشعوبية. نحن طلعنا من التعريف لكن أعود فنسمع أو نقرأ ما قاله أو ما كتب في المعجم الوسيط. فيقول: الشعوبية نزعة في العصر العباسي أي ظهرت تنكر تفضيل العرب على غيرهم وتحاول الحط منهم، وفي نفس الوقت والواحد من الشعوبية شعوبي، والشعب الجماعة الكبيرة ترجع لأب واحد وهو أوسع من القبيلة، والشعب الجماعة من الناس. الشعيبة مسلك هوائي دقيق يتفرع من الشعبة داخل الرئة، إلى آخر ما ذكره معجم الوسيط.
ده المعنى اللغوي. نجي إلى المعنى الاصطلاحي لمفهوم أو كلمة الشعوبية. الشعوبية كما تقول كثير من المراجع والكتب أن الشعوبية هي ثقافة أو فكرة أو سلوك يتجمع حوله الناس، وهدفه الوحيد هو كراهية العرب وكل ما يمت بصلة إلى العرب. ولذلك انتشرت هذه الثقافة، وطبعا اشتغلوا فيها ناس أو دول ومنظمات كثيرة جدا جدا. ولذلك بعد أن بدأت في العصر العباسي نتيجة لطبيعة الحكم الذي كان موجود في فترة بني أمية بعد نهاية الخلافة الأولى، فدخلت فيها العناصر الاستعمارية، فأذكت فيها وأشعلت فيها شعل الكراهية، وتبناها الناس من حيث لا يدرون، واستمرت واستهدفت الأمة العربية في قيمها، في دينها، في ثقافتها، في أخلاقها، في رجولتها، في قيمها المثلى، وانتشرت وهي الآن موجودة. وللأسف الشديد هنالك من أمة العرب، سواء كان المنتمين إليها بالجذور التاريخية والانتماءات القديمة أو هم جزء من هذه الأمة، على كل اليوم عدد من الدول تعاني من الثقافة الشعوبية اللي هي كراهية العرب وكراهية كل ما يمت إلى العرب. واحدة من الأشياء أو ما يمت إلى العرب هذه اللغة العربية. وأي واحد شعوبي عزيز المشاهد والمشاهدة الكريمة تجده أول ما يعني الترمومتر أو اللونية الأولى التي تميز لك أنه شعوبي، حتى وإن كان يتحدث بها وهو محسوب على أمة العرب وأمة الإسلام وما إلى ذلك، أول ما تجده أنه يعني واحدة من المؤشرات كراهيته لهذه اللغة والتمسك بأشياء لا قبل له بها أصلا، وهكذا هو يجد نفسه شعوبيا من حيث لا يدري. وبالتالي هذه مشكلة موجودة في كثير من شعوب العالم. في إريتريا هل دخلت هذه الثقافة الشعوبية؟ نعم، دخلت منذ زمن طويل ولا تزال حتى تاريخه مستمرة. هذه الثقافة الشعوبية كراهية أي شيء يتعلق بالعرب. واحدة من الأشياء المتعلقة بالعرب هذه اللغة، وكما قلنا في أكثر من حلقة الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يبقى الشعوبية كما تقول المراجع مأخوذة من الشعوب، جمع شعب، والشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب، وهي الشعب، القبيلة، العمارة، البطن، الفخذ والفصيلة. هذه هي التوزيع، توزيع جميل يعني. فالشعب مجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل. فمن أي فصيلة أنت إلى آخر الأشياء التي معروفة. فهل ظهرت الشعوبية في صدر الإسلام؟ تقول المراجع كلها لم تظهر الشعوبية في الصدر الأول للإسلام، لأن جيل المسلمين الأوائل امتزج بالإسلام، والذي امتزج بالإسلام امتزجوا بدمائهم وعقولهم وأفئدتهم بكل ما تعنيه تلك الكلمات أو بكل معانيه. وكان المثل الأعلى الذي وهبوه حياتهم وكل إمكاناتهم وحملوه عقيدة وخلقا وسلوكا ونظام حياة لكل الناس، وهو كل لا يتجزأ، أي ذلك الإسلام. فأي فرد ينضوي تحت لوائه ويحمل اسم المسلم لا بد أن يدين بكل مبادئه وقواعده وأن ينتمي إليها جميعا. فالمسلم عزيز المشاهد هو رجل التوحيد،
وهو رجل الإيمان ومثال العدل وحامل لواء المساواة بين الأفراد والشعوب، ومن هنا كان له شرف الانتساب إلى الإسلام، أي هذا الشرف والانتساب إليه يغنيه عن كل ما دونه. ولهذا لم تظهر أو يظهر مصطلح الشعوبية بمعنى التسوية في هذا العصر، يعني بالمعنى الذي موجود فيه في هذا العصر. وحتى في العصر الأموي لاعتبارات كثيرة ما ظهر، لأن الوجود العربي كان المسيطر على كل شيء في العصر الأموي، فكان منهم الخلفاء والقواد وأمراء الجيوش بأرواحهم ودمائهم حتى فتحوا بلاد الله الواسعة وحطموا عرش كسرى وقيصر، وصار من دخل الإسلام من غيرهم يشعر أنه مدين للعرب في الدلالة على الإيمان والتوحيد والانتشال من ظلمة الكفر والشرك، فاعترف لهم بالتقدم والفضل. يسعه في ذلك قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فما فعله العرب هو من التقوى والعمل الصالح. طبعا في سياسات ودراسات تشوه العرب تشويها يعني حتى والله يفوق حالة العرب في العصر الجاهلي. وكما قلت يعني بالمنطق هكذا، يعني عندما جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق ما كان غير الأمة العربية في هذا الكون كله، يعني هكذا أعتقد. يعني كل الشعوب هذه هي شعوب، لأنه أصلا يعني الشعوب هذه بدايات الخلق كانت في منطقة الجزيرة العربية. ما عرفنا إنه مثلا بداية الخلق كان في أمريكا، لأنه أمريكا وإفريقيا وأوروبا دي كلها اكتشافات حديثة بالمنطق هكذا. فالخلق الأول كان في المنطقة الجزيرة العربية. ويمكن شيوخنا العلماء يشرحوا لكم وين الأنبياء وهكذا، ولكن هذه هي قناعة وهذه حقائق. فطالما هم كانوا في هذه المنطقة الجزيرة العربية يبقى ليتمم مكارم الأخلاق كان هؤلاء هم بدايات الخلق، الأمة العربية. ولذلك جاءت كما كانت البداية تكون النهاية، هذه الأمة الأخيرة. يعني جاء نبي من العرب ويحمل هذه اللغة التي نتحدث بها والحمد لله، ونزل بها كتابه الكريم لغة عربية من لدن حكيم حميد بلسان عربي مبين. فإذا كانت هذه الأمة عزيز المشاهد في جاهليتها كانت تحمل قيما وأخلاقا، يعني إذا ما استجرت بأحد فإنه دونه يعني أن يسلمك إلا أن يموت هو، يعطيك الأمان. سيبك من الاتفاقيات والمعاهدات، وكلها معاهدات واتفاقيات تكيل بمكيالين وليس لها عدل. كل المنظومة الكونية التي نراها غير منظومة العدل الإسلامي. وكل ما تراه عزيز المشاهد من أشياء الخلق النبيل والخلق الحميد حتى عند الغرب والفرنجة وغيرهم، أعلم أن جذوره هو الإسلام. وما دايرين نخش في التفاصيل عزيز المشاهد. فإذا كانت هذه الأمة في جاهليتها كانت تحمل شيئا من القيم وإن لم يكن كله، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأتمم مكارم الأخلاق، فالتتممة دي كانت ما كثيرة يعني. وشوف عظمة الإسلام والقيم والمثل والمبادئ العليا التي جاء بها. على الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق دي بمعنى تدل على أنه كانت هناك أخلاق عظيمة وكبيرة. بالتالي المنطق يقول إنه أولئك الناس إذا كانوا في جاهليتهم يحملون مكارم أخلاق ففي إسلامهم كملوا الأخلاق. ولذلك على الرغم من كل ما تعيشه الأمة العربية هذه الأيام وهذه السنون، إلا أنها تحمل في أخلاقها وفي مثلها الشيء العظيم والشيء الذي يفخر به الإنسان. بالتالي الفكرة الشعوبية
جاءت في الفترة زي ما قلنا في فترة العصر العباسي. ما دايرين نخش في التفاصيل كثير حتى لا نخرج، لأنه أنا من هذا المدخل داير أدخل على هل انتشرت الشعوبية في مناطق أخرى؟ نعم انتشرت، يعني بدت في المنطقة العربية، لأنه حرب هذه اللغة والثقافة وثقافة هذه الأمة المختارة بإسلامها طبعا، يعني حوربت في البدء في معقل أماكنها في مركزها، ثم انتشرت بعد ذلك، وانتشرت مع انتشار الشعوب من الجزيرة العربية. الآن أصبحت حاجة يعني ثقافة عالمية، يعني كل أعداء الإسلام والأمة العربية الآن يلفون في المفهوم الشعوبي، وإن كان تتبدل الأسماء وتتبدل الألوان، لكن الهدف هو كراهية هذه الأمة ومحاربة قيمها ومثلها وأخلاقياتها وما إلى ذلك، منها محاربة هذه اللغة. والشعوبيون كلهم يتحدون في محاربة اللغة العربية. وكما قلت إنه هذه الشعوبية تهدف إلى أشياء كثيرة، منها كما تقول كثير من الكتابات هدم الدين الإسلامي وتشويه مبادئه من الداخل بشتى الأساليب والسبل، عقيدة وسلوكا ونظام حياة. طبعا الناس اللي شوية ما بيفهموا في الأعماق شديد يقول لك وهو الإسلام ده حق العرب؟ يعني أول شفت ما يقول واحد الإسلام ده حق العرب معناه هو يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني والدين. طيب نحن ما نفهم على أنه أي واحد دخل الدين الإسلامي فهو عربي، لأنه حيتكلم اللغة العربية. العروبة ليست عرق في معنى الحديث، ولكن العربية لسان، وكل من تحدث العربية فهو عربي. بمعنى يدخل الإسلام هو حيتحدث اللغة العربية ما في شك، يكسرها يقراها يعمل بتاع، هو يتحدث العربية لأنه يصلي باللغة العربية. لو كان من آخر الدنيا صيني أمريكي بريطاني جرمني تركي أي من أي الشعوب دخل الإسلام سيكون عنده نصيب من هذه اللغة، سيقرأ بها القرآن، سيصلي بها، سيتوجه إلى الله، يكبر ويهلل ويسلم ويسبح ويستغفر، كلها بالعربية. طبعا ممكن يخش بلغته يبقى هو عربي. العروبة لسان، ولذلك الهدف الأساسي هو لضرب هذه القيم. كذلك محاربة الأمة العربية وكل ما تعتز به من لغة وأدب وتاريخ وأخلاق وطهارة، طهارة النسب بأمانة. يعني نحن طبعا عشان مكتويين بأشياء كثيرة، ظروف اقتصادية وتراجع قيم وثقافة واختلط علينا الحابل بالنابل، فضاعت كثير من الأشياء. القيم والله موجودة في مجتمعاتنا رغم الضنك ورغم المعيشة ورغم الأشياء في مجتمعاتنا، هنالك قيم إنسانية نبيلة، وكل ما نراه غير ذلك هي ثقافات دخيلة لا تمت بهذه الأمة لا من قريب ولا من بعيد. وفي جزء منها كمان من الشعوبية هو إحياء الحضارة الفارسية وأصولها وثقافتها وعاداتها ومعتقداتها. الآن بتدخل فيها كثير من حتى الأفكار المنحلة، الأفكار الإلحادية، الأفكار غير الإيمانية، وتدخل فيها كثير من المسميات التي أفرزها هذا العصر، فهم يلتقون في مفهوم الشعوبية. عزيزي المشاهد، ما رأيكم نعمل فاصل ونرجع لكم بعد شوية؟ فكونوا معنا سيداتي آنساتي سادتي، وهذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية. نلتقيكم بعد دقائق إن شاء الله. عزيزي المشاهد، مرة ثانية أرحب بكم مع فريق العمل الفني والإشراف العام،
من شبكة سلام الإعلامية العالمية. في نفس الوقت برحب بكم تاني في حلقة من برنامج مع اللغة العربية. هذه الحلقة 10، وكنا في فاصل قصير جدا جدا ونتحدث في موضوع لماذا انتشرت الثقافة الشعوبية في إريتريا. أكدنا على أن الثقافة الشعوبية ماذا تعني لغة واصطلاحا، وانتشرت أين، وانتشرت في كثير من بلاد الله الواسعة، وأسباب انتشار ربما تطرقنا إليه في محورين أو 3. طيب، هل انتشرت الشعوبية في إريتريا؟ سؤال يطرح نفسه. نعم، انتشرت الشعوبية في إريتريا، وانتشرت انتشار النار في الهشيم كما يقال. منذ متى بدأت؟ إذا ما قلنا انتشرت منذ ممكن نستطيع أن نقول، ما نقدر نحدد زمن محدد، لكن خلينا نقول منذ بدء الرجل الأبيض ودخوله إلى منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية بدأت فكرة الشعوبية وانتشاره. وإذا أخذنا منطقة الحبشة بشكل عام التي كانت هي منطقة واحدة، وعندما نقول الحبشة كل المنطقة، السودان على إثيوبيا على إريتريا، الصومال وجيبوتي وكل هذه المنطقة بما فيها، يمكن أخواننا المصريين في تاريخ الفراعنة شوية وضعهم يختلف، لكن منطقة الحبشة هذه كلها كانت يطلق عليها منطقة الحبشة. والدليل على ذلك أن منطقة الحبشة كيف استهدفها الشعوبيون. وأنا برأيي أنه الاستعمار الغربي عموما، الأنجلوفون والفرانكفون واليوسوفون وغيرهم دين كلهم كانوا يتماهوا مع الفكر الشعوبي، مع الثقافة الشعوبية، أي كراهية الأمة التي سادت وامتدت إلى، ويكفي تاريخ الأمة العربية التي وصلت إلى الأندلس، إسبانيا، وإلى وما وراء البحار، والتاريخ أنت تعرف أكثر مني عزيزي المشاهد وعزيزي المشاهد. لكن دائرين نتحدث عن منطقتنا التي شهدت انتشار الثقافة الشعوبية. يذكر التاريخ أن الملك المسلم الذي جاء بعد فترة تعاقب عدد من الأباطرة في منطقة الحبشة وإثيوبيا تحديدا، إثيوبيا هذا الاسم الجديد الذي سماه المينيليك الملك. فقبل فترة مينيليك كان هناك القائد الملك الإسلامي أحمد جيران، وكان أقام ممالك إسلامية في منطقة الحبشة، وهذه الممالك الإسلامية كانت تمد أذرعها إلى إريتريا، إلى المنطقة كلها. فقام أولئك الشعوبيون باسم الاستعمار، باسم الرجل الأبيض، باسم الغرب وما إلى ذلك، فتعاون البرتغاليون والأسبانيون، فهزم أحمد جيران الذي كان أقام ممالك وجمهوريات إسلامية في إثيوبيا. منذ ذلك التاريخ نستطيع أن نؤرخ أنه بدأ الفكر الشعوبي وكراهية كل ما له علاقة بالأمة العربية، وفي النهاية الهدف هو الإسلام وليس إلا، ثم تأتي معه أهداف أخرى. منذ تلك الفترة نستطيع أن نقول أنه انتشرت الثقافة الشعوبية في المنطقة ومنها إريتريا. وليس أدل من أن الاستعمار الإيطالي في جزئيته الثقافية برضه هو كان يتماهى مع هذه الثقافة الشعوبية. وإن كنت أنا أحيانا في بعض الأحيان في إطلالات أخرى لا أرجم الاستعمار الإيطالي ذلك الرجم القاطع، لكن لا نمجد الاستعمار، لكن مقارنة بما نشهده اليوم، بما نشهده تشهده إريتريا الحبيبة من شكل إدارة الحكم وانتشار الظلم الموجود، نستطيع أن نقول أنه تلك الفترة بكل سوادها وبكل أشيائها كانت أفضل. هذه بحد ذاتها نكبة. وزي ما قال الشاعر المتنبي رحمة الله عليه أحمد بن الحسين: ومن نكد الدنيا
على الحر أن يرى عدوا لهما من صداقته بد. هذه الأنظمة وكأننا يعني مجبرون أن تصادق، وأن يعني لا، نحن لا نوقع اليوم صداقة مع الطغمة الحاكمة، لكن الشعوب يعني مجبرة على أن تصادق حكوماتها. وهذه من نكد الدنيا سماها المتنبي رحمة الله عليه. والشعوب هي حرة في، يعني متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، رحم الله الخليفة. فالشعوب هي حرة، لكن من نكد الدنيا عليها أن تصادق أولئك الأعداء الذين تنكبوا الطريق وساروا كما سارت على دربهم الأنظمة الاستعمارية المتعاقبة. وفي يوم من الأيام أنا قلت يعني مقارنة بما تشهده البلاد مع ما يمارسه هذا الحاكم الظالم الطاغي المتجبر، يعني قلت ألا ليت الطليان يعود يوما فأخبره بما فعل الربيب، يعني والبيت بتصرف ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فواحدين قالوا لي أنت تمجد الاستعمار الإيطالي، قلت لهم والله يعني نحن شعوب مقهورة، وما فعله الاستعمار أو ما قدمه الاستعمار الإيطالي مع كل بلاويه وسواد تاريخه بتاع، والله إريتريا هذه اللي شفناها دي هي بتعيش على بقايا الحكم الإيطالي الذي قارب 60 عاما، وخرجوا من عام بداية الأربعينات، وحتى الآن إريتريا تتنفس من ذلك الوريد وتلك الرئة الاستعمارية. شيء غريب يعني. فلو أخذنا منها ذلك الجهاز التنفسي الاصطناعي خلينا نسميه باعتباره استعمار، أنا ما أعرف كيف كان حتكون الأوضاع. ولذلك عزيزي المشاهد، ورغم ذلك نحن نتحدث عن ثقافة شعوبية. الطليان عندما دخلوا إريتريا نشروا أيضا هذه الثقافة الشعوبية. ورغم ذلك برضو لكن كانت هنالك يعني مصيص من الضوء وتحرك هنا وهناك، وشمعة هنا وشعلة هنا، وضوء خفيف من الثقافة العربية وكذا كان موجود يعني. ونمت تلك المسائل وتطورت. في الفترة بتاعت الإدارة البريطانية شهدت إريتريا يعني لغة وثقافة وشيء من الإعلام الحر إلى حد بعيد يعني. فتطورت وكأنه يعني، وأنا أشرت في واحدة من الحلقات إنه كيف كانت اللغة العربية على الرغم من أولئك الشعوبيون برضو يعني ما كانوا متصالحين مع اللغة العربية. ثم ظهرت الشعوبية الحقيقية في أقبح صورها عندما دخل الإمبراطور الهالك هيل سلاسي، الذي يحمل في اسمه ذاته إنه يعني هو يعني ممكن نقدر نقول هو ذاته المنظر في الفترة بتاعت المنطقة هذه وفي الفترة الأخيرة، إنه مارس الثقافة الشعوبية دي وتفنن فيها بطريقة يعني لم يسبقه عليها أحد من قبل. ففي فترة تمدد الأذرع الإثيوبية بشكل الأندنة وغيره وغيره إلى أن تسلموا مقاليد الحكم والحل والعقد في إريتريا، فانتشرت الثقافة الشعوبية على قدم وساق وقضت على تلك الشعل والبيارق والنمارس اللي كانت موجودة والزهرات اللي كانت تتفتح هنا وهناك، مكتبة هنا ومعهد هناك وما إلى ذلك. قضى عليها ذلك المستعمر الإثيوبي كممارسة شعوبية بحتة إلى أن قضى عليها تماما، وإلى درجة أنه يعني الناس كانوا يحاكمون لمجرد أسمائهم، أو يحكم عليهم لمجرد أنه اسمه مين في الوظيفة، مثلا الوظيفة العامة. أنا أتحدث عن الفترة بتاعت الإمبراطور بالذات، الفترة التي كان فيها عمدة مدينة أسمرة حرقوت أباي مثلا على سبيل المثال. وهذا كان تعبير، أنا في رأيي تعبير صارخ وتعبير يعني قوي
على مفهوم ممارسة الشعوبية. لما يتقدم واحد إلى العمل في أي وظيفة، بالذات الوظائف في البلدية وكده، بتاع سواق ولا كاتب ولا أي حاجة، والله وصلتنا هذه المعلومات، فيسأل عن اسمه. أول ما يقول له فلان يعني اسم مسلم، اسم عربي، يعني المسلم اسمه عربي، يعني لأنه برضو المسألة برضو لها للمرء حظ من اسمه، واختاروا لأسمائكم لأبنائكم، وهكذا مع معروف الأثر المعروف عليه يعني. وطوال يقول له فلان خلوه يمشي السعودية، طوال ينسبك إلى الجزيرة العربية، يقول لك خليه يمشي السعودية يشتغل هناك فلان بتاع، وهكذا. وهذه فكرة شعوبية بحتة، يعني زي ما كان أخواننا في إثيوبيا، يعني كان يغير اسمه الواحد ولا يحكي من أي قومية هو، فيجيب اسم حتى ما يموه ولا يتحدث عن دينه كده بتاع، فقط عشان يلقى الوظيفة. اثيوبيا الكبرى هذه عاشوها، وعاشتها إريتريا بشكل أو آخر. المشاهد كثيرة، بس هذا ما محله عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة. ولذلك في فترة الإمبراطور هيلي سلاسي انتشرت الثقافة الشعوبية وتبلورت، وأصبحت ثقافة كراهية اللغة العربية، وكراهية أي من ينتمي إلى اللغة العربية، وكراهية المسلمين والإسلام، وضربت إسفين في المجتمع إلى يعني، بس الحمد لله المجتمع الإريتري ما دخل في المبتغى والهدف الذي كان يبتغيه كل المستعمرين، بما فيه هذا المستعمر الموجود الآن. إريتريا لم تشهد حربا إثنية ولا حربا عقدية ولا حربا ثقافية، رغم ما مورست فيها من الثقافة الشعوبية، وسنرى كيف مورست. لكن هذا الشعب برضو ربنا يعني حافظه حتى اليوم، ونرجو إن شاء الله تستمر هذه المسألة والثقافة المتأصلة في المجتمع، وإن شاء الله يخرج منها ويتصالح مع كل مكونات هذا الوطن. وأنا صراحة أقول أن واحدة من الأشياء التي ينبغي التصالح معها هي مسألة اللغة. مسألة اللغة لا بد نحن أن نجلس كأمة ومجتمع نتصالح مع لغاتنا، وستأتي اللغة العربية ضمن اللغات، عربي، تجرينيا، بقية اللغات تأتي على قدم المساواة. لكن الجانب العملي إن اللغة العربية والتجرينية والتصالح اللغوي، إذا لم يأتي التصالح اللغوي كثير من الأشياء سوف لن تكون بالصورة الحقيقية. أنا لا أود أن أدخل في دهاليز السياسة كثير، ولكن شئنا أم أبينا، لأن كل ما مورس في إريتريا هو مورس باسم السياسة عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، منذ أن الإيطاليين ديل جابوا لنا إريتريا أو ما قبل ذلك، كله كان سياسة في سياسة، وسنذهب نحن كمان في سبيل السياسة شئنا أم أبينا. وفكرة البرنامج ذاته حتى أن ما نتحدث به الآن هو برضو السياسة بمعناها، ليس بمعناها التقليدي، لأنه السياسة هي أسلوب وفكرة ونمط تناولك لمسائلك ومعايشتك للأحداث. هذه هي السياسة، كيف تسوس أمورك، تسوس اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا، عقديا، لغويا، تجاري، وهكذا. هذه هي السياسة. لكن طبعا السياسيون يعني عملوا تعريف من عندياتهم، السياسة هي السلطة والحكم وما إلى ذلك. نحن لا نتحدث عن ذلك الآن في هذا البرنامج تحديدا عبر شبكة السلام الإعلامية. على كل، فترة هيلي سلاسي مثلت الحقل الذي تفتقت وتفرخت منه الثقافة الشعوبية في إريتريا، اللي هي كراهية كل ما يمت بصلة إلى اللغة العربية، إلى أن وصل يعني دفع الناس دفعا جمع لا يستهان به إلى كراهية أي زول له علاقة باللغة العربية، وكراهية حتى يعني أنا أقول لولا بداية الثورة الإريترية، احترامنا الشديد للحركة، لو لم يكن بداية الشرارة الأولى
للكفاح المسلح، ربما حدث ما لم يحمد عقباه داخل النسيج الإريتري، والشعوبية دي كانت حتضرب أسافين بين مكونات الأمة ثقافيا ولغويا وما إلى ذلك. وبالتالي مرحلة الثورة بكل سلبياتها، بكل مدها وجزرها، وبكل دفعها وترديها، واحدة من الأشياء التي حفظت إنه هذا الكيان طلع مسلم مسيحي كله طلع على الثورة، فانتشرت هنالك الثقافة. وهذه ليس يعني تمجيد لفترة الثورة، فترة الثورة لها ما عليها، هذا ليس محل الحديث فيه، لكن على الأقل أوقفت تلك الثقافة، يعني ما قضت عليها، لأنه هي مورست بشكل أو آخر. وإن كان فصيل كده ما كان عنده مشكلة، يعني فصيل جبهة التحرير خلينا نقول بصراحة ما كان عنده يعني النزعة الشعوبية، بدليل أنه التدريب كان بالعربي باللغة العربية وحاجات كثيرة يعني دليل على ذلك. إنما الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا تبنت الثقافة الشعوبية يعني بناء منهجيا وسلوك ليس فيه مواربة أو مجاملة وكذا بتاع، قلبت كل شيء وانتشرت الثقافة الشعوبية انتشارا واسعا على نطاق كبير، وأصبحوا الناس إلى درجة أنه يتبرؤوا من أنه لهم علاقة بهذه اللغة وكذا. فرخت المرحلة، والكلام ده ليس تنظيرا، عايشنا ناس، وزي ما كما أشرت في لقاءات في حلقات سابقة أنه المجموعة لما دخلت يعني هذه الثقافة الشعوبية وجدناها منتشرة واستمرت إلى أن أصبحت كراهية اللغة العربية، وكل من ينتمي إليها ويتمسك بها وتثقف بها وتعلم بها وحمل بها شهادات عليا ماجستير دكتوراه ما إلى ذلك، يعني كأنه أميا لا يفقه شيئا من العلم. أليس ذلك عزيزي المشاهد ثقافة شعوبية؟ نعم، أنا أجاوب بلى. نعم، لو قلنا نعم حنكون مع الجماعة. بلى، لأنه أليس الله بعزيز في القرآن الكريم؟ فإذا كان بأليس لابد أن يكون الإجابة ببلى إذا كانت نعم ما نعنيه. فأنا أعرف عدد هائل من حملة الشهادات الجامعية وما فوق الجامعية والثانوية جاءوا إلى البلد يحملوا تجربة، يحملوا ثقافة، يحملوا مؤهل، ولكنهم كانوا يحملون لغة عربية، درسوا في بلاد عربية، لم يتمكنوا من العمل داخل إريتريا فقط لأنهم لا يجيدون غير اللغة العربية. هذه قمة ممارسة الثقافة الشعوبية في إريتريا، استمرت. إذا كانت تلك أنظمة استعمارية، لكن في الفترة بتاعت 30 عام والله لا نبالغ ونشهد الله على أننا نتحدث الحقيقة التي عايشناها، انتشرت الثقافة الشعوبية على قدم وساق، رتوش معينة على البطاقة، على الجواز، على عناوين وما إلى ذلك، لكن الممارسة كلها كانت ممارسة لثقافة شعوبية من الدرجة الأولى. وعاد الكثيرون من الناس الذين جاءوا لوطنهم يحملون علما وحلما وآمال عراض أن يمارسوا يعني يستقروا في البلاد، يتزوجوا، كل هذه الأشياء ذهبت أدراج الرياح كما يقال، لأنه تأصلت الثقافة الشعوبية داخل المجتمع. أنا لا أتحدث عن المجتمع، لكن عن السلطة الحاكمة مارست هذه الثقافة الشعوبية كراهية اللغة العربية ورفض كل من ينتمي إلى هذه اللغة ولا يعرف غيرها. نحن بقدرة قادر سبحان الله، يعني لو لم نفقه شيئا من التجرينيا والله ما كان استمرينا، ودي حقيقة نقولها. نحن نأتي في هذا البرنامج لنقول يعني ما يرضي الله ورسوله والمؤمنين، وما في أكبر من ذلك. ولذلك يعني كم حرمت إريتريا من عقول ويعني كوادر ومؤهلات فقط لأنهم لا يجيدون غير العربية، فقط غير العربية. ولم تكن هنالك غير
ما كانت برضو لغة ثانية إنجليزية ولا بتاع، كانت اللغة التجرينية. ما حقيقة لازم نقولها كمان يعني حقيقة، لأنهم لا يعرفون اللغة التجرينية ويعرفون اللغة العربية فقط. ففقدت إريتريا كثير من كوادر، وحتى اليوم تمارس. طيب، هل توقفت العملية هنا؟ لم تتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة. انتقلت تلك الحالة من الداخل إلى الخارج. الآن الثقافة الشعوبية موجودة كمان حتى على المستوى الخارجي. السوشيال ميديا يعج بالكثير من خطاب الكراهية. طبعا المصطلحات اليوم تغيرت. الثقافة الشعوبية خطاب الكراهية، وده واحدة من المصطلحات اللي هناك. فالآن تمارس باسم الوطنية المفترى عليها، باسم الوحدة المفترى عليها، باسم وصايا الشهداء المفترى عليهم، باسم تأمين مكتسبات الثورة المفترى عليها، باسم المستقبل وتأمين السيادة. كل هذه الأشياء المفترى عليها تمارس ثقافة شعوبية، وتكاد تضع كل من يتحدث هذه اللغة في مصاف الخيانة العظمى. بل هنالك من انبرى من الأمة ذات التي تتحدث هذه اللغة وهذا اللسان وتنتمي إلى اللغة العربية بشكل أو آخر، برضه هم تنكبوا الطريق. فينبري عدد من الناس ومنهم شباب وغيرهم إنه ما عندناش أي علاقة بهذه اللغة، ونحن العلاقة اللغة دي ما هنا. يعني يقيسون. من العيب عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن نقيس الوضع ونحلل الوضع بما هي عليه الآن بلادنا الحبيبة. هذه الوضعية التي عليها الآن بلادنا هذه حالة استثنائية، حالة غير طبيعية، غير صحية، وبالتالي لا نحكم على الأشياء في غير طبيعتها، لكن تحكم على الأشياء عندما تبدو في حقيقتها. وبالتالي هذه الثقافة الشعوبية الآن موجودة. والأخطر من كل شيء عزيزي المشاهد، أحيانا بتبدو وهو المتحدث يكون باللغة العربية ويكتب باللغة العربية، ولكن ينشر الثقافة الشعوبية كراهية كل ما يمت إلى الأمة العربية، إلى التاريخ العربي، إلى هذه اللغة. نحن الآن نتحدث في المحيط الإريتري، ويقول لك نتمسك باللغة الفلانية ونتمسك باللغة الفلانية، وأصلا ما وفي حتى في وحدين يشككوا على أن البرلمان الإريتري سنة 52 ما صوت على اللغة العربية والتجرينية وما إلى ذلك. يشككون من حيث لا يدرون وأنهم يمارسون ثقافة شعوبية. عزيزي المشاهد، نحن شوية شوية كده دخلنا في أخذنا من جانب اللغة ودخلنا هنا. وهذه هي اللغة هي أداة للتعليم، أداة للثقافة، أداة للوسيلة، حتى هي أداة كمان لممارسة الحكم وممارسة السلطة والإدارة العدلية، العدل التي فيها العدل والمساواة وما إلى ذلك. وبالتالي خطورة انتشار هذه الثقافة الشعوبية نحن نراه أنه هو مهدد للنسيج الوطني بشكل أو آخر، لأنك أنت إذا ما نشرت هذه الثقافة الشعوبية كراهية أي شيء ينتمي إلى اللغة العربية، أنت في نهاية المطاف ستصل إلى كراهية الإسلام، كراهية المسلمين. أنا لا أقول إنه بس هي مفتاح الإسلام أو يعني أن تكون مسلما لا بد أن تكون تتحدث اللغة العربية، لا، أن تكون مسلما لا تكره هذه اللغة العربية، لا بد أن تحبها، لأن حب هذه اللغة هو فرض عليك. أنت شئت أم أبيت، أنت لا يمكن أن تمارس عبادتك وتصلي بها وتقوم تكره هذه اللغة. كل من يكره اللغة العربية في إيمانه شيء. أنا لست عالما، ولكن هكذا تحكم المسائل منطقيا وحتى فقهيا وعقديا وسلوكا كذلك، والأشياء بالأشياء تتضح. ما داير أخش في تفاصيل أكثر. بالتالي نحن مسؤوليتنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة كمشاهدين ومتابعين، سواء كنا مسلمين أو غير مسلمين في إريتريا الحبيبة، وخاصة الإخوة المسلمين وحتى الإخوة المسيحيين، هذه اللغة العربية هي لغتنا نحن الشعب الإريتري. نحن الشعب الإريتري ينبغي أن نتجرد ونمسح ونقضي على الثقافة الشعوبية التي تكره اللغة العربية وكل ما يتعلق بهذه اللغة ثقافة وفكرا وتاريخا، لأننا بالقضاء على الثقافة الشعوبية سنحقق مناخا وطنيا، مناخا سليما نتصالح مع الفكر والثقافة اللغوية،
ونتعاون وتستمر الحياة، وبغير ذلك لن تستقيم الأمور، لا لأصحاب الثقافة الشعوبية ولا لغيرهم من هؤلاء وأولئك. بالتالي فلننأى عزيزي المشاهد، إذا كنت من الناس الذين يعملون في الثقافة الشعوبية، تنبه وراجع واعمل مراجعات لكل تحركاتك وتبدياتك وعلاقاتك، سترى. وفي نفس الوقت أيضا أنشر ثقافة التسامح والتعايش، وتمسك بلغتك أينما كنت. هذه اللغة العربية هي لغة المسلمين والمسيحيين في إريتريا. ما يميز المسلمين في الوقت الحاضر أنهم يتعبدون بها، وهي لغة علاقتهم وربطهم بالدين وبخالقهم. وكانت في عهد قريب كذلك المسيحية لغتها كانت اللغة العربية قبل أن تنتشر هذه الثقافة الشعوبية وتراجعت قيم وأشياء كثيرة. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، ربما يكون لك ومن حقك أن يكون لك رأي في ما طرحناه من لماذا انتشرت الثقافة الشعوبية في إريتريا، مهدداتها، وكيف يمكن أن نقضي عليها. قد يكون لديك رأي. إذا لديك رأي وفينا به، ونحن على أتم الاستعداد للمناقشة والرد عليه والإجابة. مع جزيل الشكر مشاهدي الكرام، متابعي شبكة سلام الإعلامية في حلقتها المتجددة دوما في برنامج مع اللغة العربية. تقبلوا تحياتي، محدثكم في الإعداد والتقديم أحمد شريف. آمل أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج مع اللغة العربية. وجزيل الشكر للإخوة المخرجين الذين يعكفون ويعملون، وجزاكم الله خيرا وإحسانا. ولكم مشاهدي الكرام غاية الاحترام والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.